في لحظة من اللحظات كل واحد فينا سأل نفسه: إلى متى يظل الأب يقاتل؟ متى يتعب؟ ومتى يرتاح؟ والحقيقة الأب ما يتوقف عن القتال إلا لما يشوفك واقف مكانك، ثابت، قوي، محقق الشيء اللي هو حلم فيه لك. الأب يمكن ما يعترف لكنه بشر، يتعب، ينهار، يخاف، يمسك نفسه ويرجع يوقف من جديد، مو لأنه قوي لكن لأنه يشوفك وتنعاد فيه الروح كل مرة. هو مو ملاك بس يكسر نفسه عشان يوقفك أنت. الأب يقاتل في حياته مو بالسيف، لا، يقاتل بالوقت، بالشغل، بالصبر، بالأيام اللي يمر فيها وهو متجاهل ألمه عشانك. في ناس تشوفه ساكت لكن سكوته نفسه حرب يومية ما أحد يحس فيها. الأب يتوقف لما يطمن، لما يشوفك تعتمد على نفسك، لما يشوفك تفهم الدنيا وتتحمل مسؤوليتك، لما يحس إنك صرت نسخة مطورة منه مو نسخة متعبة. الأب يتوقف لما يشوفك إنك صرت رجل أو إنسانة قادرة توقف بدون ما تحتاج سند. وقتها يبتسم ويقول داخله: الحين أقدر أرتاح. إذا عندك أب لا تنتظر لين تتعلم قيمته من غيابه. كلمة بسيطة، سؤال عن حاله، لحظة تقدير تغير يومك كله. وما يطلب شيء لكن يستاهل كل شيء. وإذا الحياة ما أعطتك فرصة تكون مع والدك، كمل طريقك وخله يفتخر فيك سواء كان موجود أو بعيد. الأب ما يتوقف عن القتال لأنه ما عاش لنفسه يوم، عيش بطريقة تخليه فخور وخليك أنت راحته اللي انتظرها من سنين.